انا مش عارف كانت تايهه عننا فين الاكله دي بصراحه. سكر في دسامه. احنا من النهارده كل اسبوع، كل يومين ثلاثه نعمل ارانب. واو واو، ده ايه الجمدان ده؟ يا منوش، تعالى تعالى يا مينا، هعمل لك اكله صعيدي النهارده. ايه ده؟ اكيد ايه ما ده؟ دقتهاش في حياتك. إيه دقت ده؟ الارانب قبل كده بس بالطريقه الصعيدي. ايه ده ارانب؟ ايوه. ده احنا بقالنا كتير قوي ما اكلناش ارانب اصلا. بس ايه هتعمليها عملناها بالطريقه الصعيدي مع ملوخيه صعيدي كمان، الملوخيه اللي هي الناشفه. دي افتكاسه جديده دي يعني ولا الملوخيه ايه؟ الناشفه اسمها الملوخيه الصعيدي. لا دي طبعا دي الاساس. الملوخيه بالارانب الصعيدي ده الاساس. اللي بتاكله بقى انت هنا في المطاعم والحاجات دي مش هتبقى زي دي. وانت أيوة، أنا عارف فاهم. الاكلات الصعيديه اكيد طبعا. جربتها قبل كده. اكيد، ما انت كل شويه تقولي لي هاكلك صعيدي تطلع احلى من مش هاكل غير صعيدي بعد كده. دي هتعمليها ازاي بقى؟ بص انا بحب اجيبهم كاملين كده عشان اقطعهم براحتي. فهو ايه، الراجل قطعهم بس يعني فتحهم ونضفهم وساب الكبده. الكبده دي بتتاكل يا جماعه. ايوه طيب. طبعا اول حاجه الراس دي احنا مش بنحبها فبنرميها، محدش ياكلها. اكيد، مين هياكل الراس دي وهي باصه كده؟ لا في ناس بتاكلها. دلوقتي شطفتها شطفه كده خفيفه علشان الارانب طبعا مزفره. فلازم بنعمل لها خلطه كده. ايوه. هنحط دقيق. ايوه. معلقتين ملح كبار، نقلبهم في بعض. هنعمل ايه بقى؟ نحط الدقيق والملح كده. هو الاكل الصعيدي ده صعب يعني؟ لا مش صعب، ده الاساس. اهو كاني هقليها، حطيتها في دقيق بس الدقيق معاه ملح بس. بحطهم كلهم بالشكل ده وبعدين بسيبهم ربع ساعه في الدقيق والملح، او لو اكتر عادي مفيش مشكله. ايه ده بقى ده ايه ده بقى ده بعد بقى ما قعد ربع ساعة في الدقيق والملح بنشطفها كويس. يعني دي ده مش هتسوى بيه؟ لا طبعا، ده عشان يشيل الزفارة بس. حلو قوي الكلام ده، يعني ناكل حاجة رايقة من الآخر. عشان ما تشمش أي ريحة وحشة. تسلم ايدك، شكلها كده تطلع ايه؟ أكل عذاب. هتشوف عذاب دي يعني حلوة يا جماعة مش يا جدعان. أكل عذاب يعني اللي هو ايه، مفيش منها اتنين يا باشا. هو بس ندعكها كويس ده كده. بيلمع. دي بتشال طب بسهولة. هات أكله كده طيب يمكن يطلع حاجة. كده بعد ما شطفتهم اهم الدقيق والملح شطفوا كويس خالص. هنجيب ميه كده في طبق كده عميق كده شويه وعليه خل، معلقتين 3 خل كده بس. نحطهم في ميه وخل. دي بقى مرحلة تانية عشان برضو تشيل الزفرة؟ دي اخر مرحله. احنا ناكل حاجة تلمع من الآخر كده. ودي كمان مش هتقعد زي دي، يعني دي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. وبعدين بنشطفها كويس برضو من الميه والخل. دلوقتي بنشطفها من الميه والخل، دي اخر مرحله عشان هنبتدي نسوي.
هنا بقى فرمت توم، حطيت عليه شويه ملح وشويه كزبره ناشفه، حطيت هنا سمن. التومه تتشوح شويه واحط عليها الارانب، بديها صدمه. احط الارانب تاخد صدمه مع الثوم. بعد ما حمرت التومه هخشها بالطماطم، هسيب الطماطم تتسبك وبعدين هزودها ميه. ايه الجمال ده، ايه الجمال. الارانب الصعيدي. اوه، ايه الريحه دي؟ تحفه. يا لهوي يا فيجو، إيه رأيك يا يا لهوي، فيجو؟ ايه الجمال ده؟ حلوه. لا مش بالمعلقه، ايه ده بص، حتى المعلقه اللي بتاعت فتح. أيوة، هوبا مستوية دي. خالص. ده اكله يلا عايزاك تدوق الشوربه، حط ليمون. هي دي شوربه ارانب؟ حط ليمون وقلب بقى كويس عشان ايوه فيه طبقة. بقى. لا ممكن أيوة. تحط تاني ليمون تاني. ندوقها الاول بس عشان ايه، انا زوري واجعني. يا ربي ايه ده؟ زي تشبه شوربه الكوارع. ايوه شوربه الكوارع دي تقيله. يلا دوق الملوخيه بالعيش الشمسي. الملوخيه دي اساسا ريحتها وانت بتشيها كانت الدنيا خربت الدنيا. استنى بقى اديك ورك من تحت كبير كده وحلو. ايه ده؟ ايه إيه الطعم ده؟ رأيك؟ غريبه ايه؟ دي الملوخيه بقى الصعيدي، الملوخيه الناشفه على الارانب. انتوا بتقولوا ملوخيه ايه؟ ناشفه. دي ملوخيه ناشفه؟ مش خضره. ده احسن من الخضره 100 مره. ده ايه الجمال ده؟ الارانب. بجد ايه القمر ده؟ دوق يلا قول لي. انا قلت من ساعه كل مره تعمل لي اكل صعيدي بقول لك ايه؟ الاكل من النهارده كله صعيدي كله. ايه الريحه دي؟ شويها على الفحم. ايه رايك؟ ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ واو. انا ما كنتش عارف ان الارانب حلوه كده، ما بيبقاش في زيني انا. بص الحته دي اللي في النص دي، دوق يلا. ادوق انا. وقول لي بذمتك اكلت ارانب بالطعم ده؟ في حياتي بجد. انت ازاي عملتيها كده؟ ايه الجمدان ده؟ دي بقى غير طرق المطاعم اللي هو سلق وتحمير واقلب. لا بجد برافو عليك، ما كنتش عارف كده. انا والشفا. الله يهنيك يا قلبي. انا مش عارف كانت تايهه عننا فين الاكله دي بصراحه. سكر في دسامه، يعني سكر ودسامه وطعامه ومضاد حيوي. واو. انا اول مره ادوق ارانب بالشكل ده بجد، اول مره اشوف كده. والملوخيه دواء ايه ده؟ لا بجد ايه ده بجد فظيعه بجد. احنا من النهارده كل اسبوع، كل يوم اسبوع ايه، كل يومين ثلاثه نعمل ارانب. واو واو. ده ايه الجمدان ده؟ هو مفيش ارنب 10 كيلو نبقى نجيبه. الواحد مش هيكفيه ارنبين وهو قاعد على كده. تسلم ايدك. توب التوب يا بابا. هنا وشفا. الله يهنيك.